أهلا بيكم معانا في تحليل جديد لمحتوى المصادر اللي قدامنا. النهاردة معانا كتاب يعني ممكن نقول مثير للفضول ويمكن للقلق كمان. عنوانه التعاويذ السحرية في الألعاب النفسية، وده بيندرج تحت حاجة اسمها علم النفس المظلم. الكتاب ده لمؤلفة اسمها لما فياض، صدرت سنة 2021، وبياخدنا كده في رحلة عشان يكشف أساليب وتقنيات يعني ممكن تستخدم للتأثير والسيطرة على أفكار ومشاعر ناس تانية. تمام. مهمتنا النهاردة عشان نبقى واضحين مش إننا نتعلم الأساليب دي عشان نستخدمها، لأ خالص، أكيد لأ. لكن عشان نفهمها، نفككها كده ونشوف إزاي ممكن تكون بتشتغل حوالينا، يمكن في تفاعلات بنشوفها أو بنمر بيها. الهدف هو الوعي مش أكتر. بالظبط كده. الوعي ده أهم حاجة. فهم الآليات دي هو أول خطوة عشان نحمي نفسنا منها. لما بنفهم الأسلوب بيشتغل إزاي بنقدر نميزه لو تعرضنا له، وده بيقلل تأثيره علينا جامد. المصدر اللي معانا النهاردة فيه كمية أساليب وأفكار كتيرة بصراحة. هنحاول نركز على أهم النقط ونفهم المنطق اللي الكتاب بيقدمه ورا استخدام الحاجات دي. تمام، خلينا نبدأ بالأساسيات. الكتاب بيفرق بين مفهومين قريبين من بعض بس مختلفين: غسيل الدماغ والتلاعب النفسي. غسيل الدماغ أو البرين واشنج زي ما الكتاب بيشرحه، دي عملية يعني مركزة ومقصودة، هدفها تغير قناعات وقيم شخص بشكل جذري جذري تماما. وتفرض عليه قيم تانية جديدة. الكتاب بيشير كده لأمثلة تاريخية زي اللي حصل لبعض أسرى الحرب الكورية أو تجارب النازيين. وحتة مشروع الMK ألترا بتاع المخابرات الأمريكية في نص القرن اللي فات. أيوة، اللي كانوا بيحاولوا يشوفوا إزاي يسيطروا على العقل البشري. دي طبعا حالات يعني قصوى. بالظبط. ومن هنا بقى بينقل للمفهوم الأعم والأكثر انتشاراً بكتير، التلاعب النفسي أو psychological manipulation. المصدر هنا بيعرفه إزاي؟ إنه شكل من أشكال التأثير الاجتماعي، تمام؟ لكن الفرق إنه بيستخدم أساليب فيها خداع أو تضليل أو حتى ممكن تكون مسيئة عشان يغير إيه؟ عشان يغير تصورات شخص تاني أو سلوكياته. النقطة المهمة هنا إنه مصلحة الشخص اللي بيتلاعب هي اللي ليها الأولوية دايماً. وغالبا بتكون على حساب الطرف التاني. في الغالب للأسف. بس الكتاب بيوضح نقطة مهمة برضو، مش كل تأثير اجتماعي يعتبر تلاعب سلبي. زي إيه مثلا؟ يعني لو دكتور بيحاول يقنع مريض يغير عاداته الصحية الغلط، ده تأثير إيجابي. التلاعب بقى هو لما يكون الهدف استغلال أو خداع عشان مكسب شخصي بحت. تمام، الصورة كده أوضح. بس السؤال بقى، ليه أصلا حد ممكن يفكر يتعلم ويمارس أساليب زي دي؟ الكتاب بيقدم وجهة نظر فيها مبررات أو دوافع بتخلي الحاجات دي تبان مغرية أو ضرورية لناس معينة. هو المصدر بيطرح فكرة إن التلاعب ده ممكن يكون طريقة يعني لاستعادة السيطرة على الحياة، خصوصاً لو الشخص حاسس إنه ضحية للظروف أو للآخرين. إحساس بالعجز يعني. ممكن الدافع يكون الرغبة في تحقيق أهداف معينة بسرعة وبكفاءة، حتى لو ده جه على حساب ناس تانية. وكمان بيلمح إن النجاح في التلاعب ده ممكن يدي للشخص إحساس بالقوة أو بالتقدير الذاتي ولو بشكل مزيف. وفي مبررات تانية بيذكرها الكتاب تبان عملية أكتر من وجهة نظره، هو زي مثلاً بناء شبكة علاقات قوية تساعد وقت الحاجة، صح. أو ببساطة عشان ياخد موافقة أسهل، يسمع كلمة نعم بدل لأ. وفي مبرر لفت نظري، الحماية من خداع الآخرين، يعني أتعلم الشر عشان أحمي نفسي منه. بالظبط، كأن معرفة الأساليب دي هي الدرع الواقي. والكتاب بيضيف كمان إن البعض ممكن يشوفها وسيلة للتكيف مع عالم قاسي زي ما بيوصفه، وبيقدم مبررات تانية ممكن تبان غريبة شوية، زي إنه يقول إن إتقان فنون التلاعب دي بيحط الشخص في مكانة زي العظماء اللي أتقنوها عبر التاريخ. يا سلام! أو حتى إن الانشغال المستمر بالألعاب النفسية دي بيخلي العقل نشيط ويقظ دايماً. طبعاً مهم نأكد تاني إن دي مبررات المصدر بيعرضها من وجهة نظره، مش بالضرورة دي الحقيقة أو إننا بندعو ليها. الفكرة نفهم الدافع بس. أوكي، فهمنا الأساسيات والدوافع المحتملة زي ما الكتاب بيقول. ندخل بقى في الأساليب نفسها. الكتاب فيه قائمة طويلة بصراحة، فعلاً. فبدل ما نسردها كلها خلينا ناخد كام أسلوب كده بيكشفوا طبيعة التلاعب دي بشكل واضح. يمكن نبدأ بلعب دور الضحية، دي حاجة بنشوفها كتير قوي. فعلاً لعب دور الضحية ده منتشر ومؤثر جداً. المصدر بيشرح إزاي الشخص هنا بيرسم نفسه كضحية، ضحية الظروف، ضحية الناس، أي حاجة خارجية. والهدف؟
الهدف إنه يستدر التعاطف والشفقة، ولما الطرف التاني يتعاطف بيبقى أسهل بكتير إنه يخليه يقدم تنازلات أو ينفذ له طلباته. والكتاب بيقول إن الناس اللي ضميرها حي زيادة عن اللزوم أو حساسة قوي لمعاناة غيرها دول بيكونوا أسهل فريسة للأسلوب ده، بيستجيبوا على طول لنداء المساعدة الظاهري ده. وده يودينا لنقطة مهمة جدا الكتاب بيتكلم عنها، استغلال نقط الضعف أو الأزرار النفسية عند الشخص المستهدف. تمام. لعب دور الضحية ده بيضغط على زرار التعاطف والمسؤولية عند التانيين. إيه أنواع تانية من الأزرار دي اللي الكتاب بيقول المتلاعبين بيستهدفوها؟ المصدر بيعتبر فهم نقط ضعف الهدف ده مفتاح العملية كلها، وبيعدد أمثلة كتير. بصي، الرغبة الشديدة إن الواحد يرضي الناس كلها people pleasing. الخوف من الرفض أو المشاكل بيخلي الشخص يتجنب يقول لأ. دي لوحدها مشكلة. طبعاً. كمان ضعف الثقة بالنفس، لما الواحد يكون حاسس إنه مش كفء أو مش واثق في نفسه بيصدق بسهولة أي انتقاد أو توجيه سلبي من المتلاعب. بيبقى أرض خصبة. بالظبط. الاعتماد العاطفي كمان، كل ما الواحد كان محتاج دعم عاطفي من حد معين كل ما كان أسهل ابتزازه عاطفياً. السذاجة أو الثقة الزيادة في الناس دي كارثة لوحدها. افتراض غصن النية في الكل بيفتح الباب للاستغلال على طول. الخوف من المشاعر السلبية ضده، يعني حد بيتجنب المواجهة أو التعبير عن زعله فبيكبت ويتنازل. حتى النرجسية ممكن تستغل. النرجسية الخفية بالذات، حب الإطراء والمدح الزايد عن اللزوم ممكن يكون مدخل للمتلاعب اللي بيستخدم المديح الكذاب عشان يكسب الثقة الأول. يعني المتلاعب بيعمل زي سكان سريع للشخص اللي قدامه وبيدور على أي نقطة ضعف واضحة ويبدأ يشتغل عليها بالأسلوب اللي يناسبها. مظبوط. طيب نرجع للأساليب. إيه كمان تقنيات لافتة الكتاب بيعرضها؟ يمكن الابتزاز العاطفي، المصطلح ده بنسمعه كتير دلوقتي. الابتزاز العاطفي أو الإيموشنال بلاك ميل ده من أخطر أنواع التلاعب حسب كلام المصدر. ليه؟ لأنه بيحصل غالباً جوه العلاقات القريبة والمهمة. زي مين؟ زي الأزواج، الأهل والولاد، الصحاب القريبين قوي. المتلاعب هنا بيستخدم معرفته العميقة بالطرف التاني بنقطة ضعفه العاطفية. التهديد ممكن يكون صريح، لو ما عملتش كده هسيبك، هزعل منك جامد ومش هكلمك تاني. وممكن يكون مش صريح. أكيد. ممكن يكون ضمني، زي المعاملة الصامتة اللي كنا بنقول عليها، يسحب الدعم العاطفي فجأة، يحسسك بالذنب طول الوقت. الهدف في الآخر إنه يخضع، ومستخدم إيه؟ مشاعره هي السلاح. بيستخدم أقرب حاجة ليكي سلاح ضده. مرعب فعلا. طيب في تقنية تانية اسمها غريب شوية لفتت نظري، لعبة مراوغة كانساس سيتي. الكانساس سيتي شافل دي إيه قصتها؟ دي تقنية بتعتمد على الخداع المركب، يعني خداع جوه خداع. المصدر بيشرحها بمساعدة فيلم اسمه Lucky Number 11. الفكرة إن الهدف أو الضحية بيكون عارف أو على الأقل شاكك إن في لعبة أو تلاعب بيحصل. تمام، بيكون واخد حذره يعني. بالظبط. فالمتلاعب الشاطر بقى يعمل إيه؟ بدل ما يحاول يخبي اللعبة خالص، لا، ده بيصمم لعبة وهمية واضحة أو مضللة ويوجه انتباه الضحية ليها. فالضحية يقعد بقى يركز ويحلل ويفكك في اللعبة الغلط دي، وفي الوقت ده بتكون اللعبة الحقيقية بتحصل في حتة تانية خالص أو بطريقة هو مش واخد باله منها. يا خبر، دي محتاجة تخطيط عالي قوي. جدا. هي لعبة تشتيت انتباه متقدمة بتعتمد على ذكاء الضحية نفسه وتوقعه إنه بيتخدع. تضليل جوه تضليل، معقدة فعلا. طب بعيداً عن التعقيد ده، في أساليب تانية أبسط بس منتشرة قوي، زي اللعب بالحقيقة نفسها. الكتاب بيقول إنها مش مجرد كذب صريح وخلاص. صحيح. المصدر بيشير لأنواع تانية زي الكذب بالإغفال lying by omission، إنك تقول جزء من الحقيقة بس تتعمد تخبي جزء تاني أهم، فالصورة اللي توصل للتاني تبقى مشوهة وتخدمك. دي بتحصل كتير جدا. وفي تلفيق التفاصيل، يعني مش بس تكذب، لا، تزود تفاصيل دقيقة ومخترعة للكذبة عشان تبان حقيقية ومنطقية ويصعب التشكيك فيها. تخلي الكذبة محبوكة يعني. بالظبط. وفي التبرير والتصغير، لما المتلاعب يعمل حاجة غلط أو مؤذية بدل ما يعترف يبتدي يدور على أعذار أو يقلل من أهمية اللي عمله وتأثيره. وزي أنا كنت بهزر أو أنت مكبر الموضوع قوي. تمام. وطبعا في الإنكار الصريح denial، يرفض يعترف بالحقيقة أو بالمسؤولية تماما حتى لو في أدلة واضحة. كل دي أساليب بتلعب على تشويه الواقع عند الطرف التاني
وفي كمان تقنيات بتستغل طريقة تفكيرنا إحنا الطبيعية اللي هي الكوجنيتيف بايسز أو التحيزات المعرفية. إزاي المتلاعب بيستغل دي بقى؟ دي نقطة مهمة قوي. المصدر بيقول إن المتلاعب الذكي بيشتغل على الميول التلقائية اللي في تفكيرنا كلنا. مثال واضح جدا هو تحيز التأكيد confirmation bias. ميلنا كلنا إننا ندور ونصدق المعلومات اللي بتمشي مع اللي احنا أصلا مؤمنين بيه، ونتجاهل أو نشكك في أي حاجة تخالفه. طب إزاي يستغلها المتلاعب؟ الكتاب بيقترح مثلا إنه ممكن يعرف اهتمامات الشخص المستهدف إيه أو معتقداته إيه. مثلا لو مهتم بالأبراج أو مؤمن بقضية معينة، فيستخدم نفس اللغة والأفكار اللي ماشية مع المعتقدات دي عشان يكسب ثقته بسهولة أو يمرر له أفكار معينة هو عايزها. وفي تحيز تاني الكتاب بيذكره، تحيز خدمة الذات self-serving bias. أيوة، وده منا الطبيعي إننا لما ننجح نقول ده بسبب شطارتنا ومجهودنا، ولما نفشل نلوم الظروف أو الناس التانية. المصدر بيلمح إن المتلاعب ممكن يستغل الميل ده عشان يوقع بين الناس، يقنع واحد إن فشله أو مشاكله سببها شخص تاني، وهو أصلاً عنده استعداد يصدق ده عشان يريح نفسه من اللوم. كأن المتلاعب ده فاهم كويس قوي إزاي البني آدم بيفكر وبيحس، بس بيستخدم الفهم ده بشكل سلبي تماماً. بالظبط، مش عشان يساعد، لأ، عشان يلاقي نقط الدخول ويحقق أهدافه هو. طب خلينا ناخد تقنية أخيرة بقت منتشرة جداً في العصر الرقمي، التصيد أو الكات فيشنج. للأسف دي ظاهرة فعلا منتشرة مع السوشيال ميديا. الكات فيشنج زي ما الكتاب بيشرحه هو إن شخص يعمل هوية وشخصية مزيفة بالكامل على الإنترنت. صور وكلام وقصة حياة كلها فيك يعني؟ بالظبط، الهدف إنه يخدع ناس تانية ويدخل معاهم في علاقات غالبا عاطفية، وبعدين يستغلهم يا إما عاطفيا يا إما ماديا أو الاتنين. طب والكتاب بيحذر من علامات معينة؟ بيحذر من علامات ممكن تكشف الشخص ده، زي إنه يطلب معلومات شخصية وحساسة بدري قوي في العلاقة، يتهرب دايما من إنه يقابل شخصيا أو يعمل مكالمة فيديو ودايما عنده أعذار، إنه يبان مثالي زيادة عن اللزوم بشكل مش واقعي، مفيش حد كده. صحيح. يتكلم فجأة عن أزمات مالية ومحتاج مساعدة، وممكن تلاقي إن الشخصية دي ملهاش أي وجود أونلاين غير على المنصة اللي عرفته منها. الواحد فعلا لازم ياخد باله جدا في التعاملات الأونلاين دي. كل الأساليب اللي اتكلمنا فيها دي، من لعب دور الضحية للابتزاز العاطفي وللكانساس سيتي الشافل والتصيد، بترسم صورة واضحة لمدى تنوع وخطورة عالم التلاعب النفسي اللي الكتاب بيعرضه. وهي كلها في النهاية زي ما المصدر بيحلل بتعتمد على فهم نقط ضعف الطبيعة البشرية واستغلالها. المتلاعب بيستخدم المعرفة النفسية دي كأداة، زي تعويذة سحرية كده، زي ما عنوان الكتاب بيقول، عشان يحقق أهدافه، سيطرة بقى، مكاسب مادية، أو مجرد إحساس بالتفوق والقوة. الفهم ده بيبقى سلاح في إيده. ولما نربط ده بالدوافع اللي قلناها في الأول، زي الرغبة في السيطرة أو تحقيق الأهداف بأي تمن أو حتى حماية النفس، بنبدأ نفهم ليه شخص ممكن ينجذب إنه يستخدم الترسانة دي كلها. بالظبط، فهم الدافع بيساعد نفهم السياق. المصدر بيشير إن الدافع مش دايما بيكون شر مطلق، يعني ساعات بيبقى نابع من إحساس عميق بالنقص أو خوف شديد من الهجر أو احتياج مرضي للسيطرة. لكن في كل الأحوال، بغض النظر عن الدافع، النتيجة غالباً بتكون مؤذية ومدمرة للطرف التاني اللي بيتعرض للتلاعب ده. جولتنا في استكشاف الأفكار اللي بيقدمها كتاب التعاويذ السحرية في الألعاب النفسية بتكشف لنا جانب معقد وساعات مظلم من تفاعلاتنا كبشر. فهم الأساليب دي حتى لو كانت تبان متطرفة في وصف الكتاب ليها، بيزود وعينا بالديناميكيات الخفية اللي ممكن تكون بتحصل حوالينا في علاقاتنا أو في اللي بنشوفه في العموم. والأهم من المعرفة نفسها هو إزاي نستخدمها للحماية والتحصين. الهدف مش إننا نبقى متلاعبين شاطرين، لأ، الهدف إننا نقدر نميز التلاعب ده لما نشوفه ونتعامل معاه بحكمة وبوعي. الوعي هو اللي بيحول المعرفة دي من مجرد معلومات لسلاح دفاعي لينا. الكتاب بيقدم وجهة نظر وأدوات، ومسؤولية استخدام المعرفة دي بتفضل في الآخر على عاتق كل واحد فينا. وده بيوصلنا لسؤال ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. تفتكروا لحد فين النسخ المخففة أو الأقل وضوحاً من أساليب التلاعب دي ممكن تكون جزء من تفاعلاتنا اليومية العادية؟ يمكن تحت أسماء تانية زي السياسة في الشغل أو الذكاء الاجتماعي. وفين بالظبط نقدر نرسم الخط الفاصل بين التأثير المشروع والمقبول في علاقتنا وبين التلاعب المرفوض والمؤذي؟ بنشكركم على متابعتكم، ونتقابل في تحليل جديد لمصادر تانية قريب.